أخبار الدوري المصري بين يديك، كل ما يخص الأهلي والزمالك، الصفقات، الكواليس وأهم الأحداث الساخنة. تابع معنا. الجيش الملكي المغربي يشكو نادي بيراميدز للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهت جماهيره لحضور المواجهة أمس. جودة نجم الأهلي السابق يهاجم بقوة شريف إكرامي حارس بيراميدز ويصفه بفيلسوف زمان الذي أصبح فجأة خبير لوائح ومطلع على الضمائر وناصح أمين، ويؤكد أن قمة العبث الحقيقية والفوضى هي عمله كحارس مرمى بالمجاملة والمحسوبية، خصوصا أنه لا يمتلك أي مؤهلات للعمل في هذا المجال مطلقا. هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يعقد اجتماعا هاما مع حسام وإبراهيم حسن في الأيام المقبلة لإقناعهم بإعفاء كل لاعبي الأهلي الدوليين من معسكر لكي يستعد الفريق بشكل جيد للمونديال بعد انتقاده للمنظومة الرياضية بسبب تعديل رابطة الأندية قراراتها ضد الأهلي. بيراميدز يقترب للغاية من الاتفاق مع محمد شريف في ظل تقديم عرضا مرضيا للاعب وعدم تلقي اللاعب أي اتصالات من الأهلي. المغربي محمد الشيبي يحذر زملائه في بيراميدز قبل مواجهة العودة أمام الجيش الملكي المغربي، ويؤكد لهم أن الأمور لم تحسم بعد رغم الفوز برباعية ذهابا، وأنه لا بد من التعامل مع لقاء العودة بكل جدية حتى لا يعود المنافس في النتيجة. إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يؤكد أنه وزملائه في النادي على قلب رجل واحد ولن يتنازلوا عن المنافسة على دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. بيراميدز يصرف مكافأة إيجاد اللاعبين بعد اكتساح الجيش الملكي برباعية في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. وممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي يعيدهم بمكافآت أكبر في حال تكرار الفوز في المغرب. عمرو السولية يحتفل اليوم بعيد ميلاده 36 في ظل رفض الأهلي بقائه في الموسم القادم. الأهلي يخطط لتمديد عقد إمام عاشور حتى 2030 بعد كأس العالم للأندية وتعديل راتب اللاعب ومنحه 20 مليون جنيه في الموسم. إسلام الشاطر ينتقد بشدة ثنائية جراديشار ووسام أبو علي ويؤكد أنها ثنائية فاشلة ولم تثبت نجاحها وتؤثر على الثنائي. إسلام الشاطر ينتقد يحيى عطية الله لاعب الأهلي ويؤكد أن مستواه لا يليق بظهير أيسر أفضل فريق في القارة وأنه ضد فكرة شرائه نهائيا. المستوى المتدني ليحيى عطية الله وعدم قدرته على تقديم أي إضافة هجومية للفريق يؤكد أن علي معلول يستحق الحصول على فرصة بدلا منه. مدرب الهلال يركز خلال الفترة المقبلة على إصلاح مشاكله الدفاعية لتجنب تلقي أي أهداف في مواجهة الإياب. فريق الهلال السوداني يغادر إلى موريتانيا استعدادا للقاء العودة أمام الأهلي في 8 أبريل الجاري. بعض الجماهير السودانية ينتقدون مدرب الهلال ويؤكدون أن نتيجة 1-0 لم تكن في صالحهم وأنه كان لابد من التسجيل في القاهرة، خصوصا أن الفريق الآن مطالب على الأقل بتسجيل ثنائية في مواجهة الإياب وعدم تلقي أي هدف للصعود، وهو بالأمر الصعب في ظل اللعب أمام فريق يمتلك أنيابا هجومية قوية مثل الأهلي. وأحدهم يؤكد أن خروج الهلال أصبح مسألة وقت فقط وأنه لم تكن هناك فرصة أفضل من ذلك لتحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي الذي كان في أسوأ حالاته. إبراهيم عادل يتفوق على يوسف البليلي وإمام عاشور ثنائي الأهلي والترجي ويصبح الأكثر تأثيرا والأكبر تقييما في دوري أبطال إفريقيا بعد تسجيل ثنائية جديدة بالأمس وصناعة هدف لأحد زملائه. محمد شوقي يعاتب إمام عاشور بشدة على الفرصة السهلة التي أضاعها بالأمس والأنانية المفرطة والاستعراض الذي ظهر عليه في المواجهة. كولر يقرر منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا والسفر السبت المقبل إلى موريتانيا وخوض تدريبين فقط على ملعب المباراة المرتقبة. مارسيل كولر يخطط لتدريب لاعبي الأهلي في الأيام القادمة على تنفيذ ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها في اللقاء المرتقب أمام الهلال. تقارير صحفية سودانية تؤكد أن فرص لحاق محمد عبد الرحمن مهاجم الهلال السوداني بمواجهة الإياب أمام الأهلي ما زالت صعبة. محمد أبو علي الناقد الرياضي المعروف بقربه من العديد من المصادر المسؤولة بالأهلي يؤكد أن بعض لاعبي الأهلي وبعض مسؤولي النادي أصبحوا غير مقتنعين تماما بكولر، خصوصا أن المدير الفني أصبح غير مهتم تماما ويتعامل مع الفريق بإهمال شديد وكأنه موظف يريد الإنتاج من عمله والعودة لمنزله، وأنه متأكد أنه لولا الشرط الجزائي الكبير لكان أطاح به الأهلي. جوزيه جوميز المدير الفني السابق لنادي الزمالك ينفي المقربين منه في مصر تفاوض الأهلي معه لتولي المهمة الفنية في الفترة القادمة بدلا من مارسيل كولر،
ويؤكد أنه لا يعلم أي شيء عما يقال في الآونة الأخيرة، ومرتبط بعقد مع الفتح السعودي حاليا. الكابتن محمود الخطيب يرفض تماما فكرة الإطاحة بكولر التي يطرحها الجميع منذ مواجهات أمس، ويفضل الإبقاء على المدير الفني السويسري لمعرفة ماذا سيفعل في مواجهة العودة ومواجهة بيراميدز بالدوري. مدرب الهلال السوداني يعيد كولوبالي جناح الهلال الخطير للمشاركة أساسيا في مواجهة العودة أمام الأهلي بعدما اكتفى بإشراك اللاعب لبضع دقائق أمس لعودته مؤخرا من الإصابة. موريتانيا تنتظر بترقب كبير مباراة الأهلي والهلال السوداني لرغبتهم في الحضور لدعم الأهلي في اللقاء المرتقب. الأهلي يستعد لتقديم مذكرة ضد الحكم الذي أدار مباراة الفريق أمام الهلال السوداني أمس بسبب الاعتداء على محمد هاني دون أي سبب والتعامل مع اللاعب بطريقة مقززة، والحكم يتوعد بكتابة تقرير يشمل كل الاعتراضات الكبيرة التي بدرت من الشناوي ومحمد شوقي والجهاز الفني لكي يفرض الكاف عليهم عقوبات بعد جلسة تعنيف قوية من الشناوي للجميع وتأكيد لهم بأن كل الظروف كانت مهيئة لتحقيق نتيجة أكبر. لاعبو الأهلي يتعهدون بالرد على احتفالات لاعبي الهلال السوداني مع الجماهير أمس في 8 إبريل المقبل بموريتانيا وحصد بطاقة العبور من هناك.